السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض خلية النحل الحلو والحادق في صينية واحدة بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت وسهلة وسريعة، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجة هنقول بسم الله. المكونات معايا كوباية لبن دافي، معايا ربع كوباية سمنة، معايا كيس خميرة. اول حاجة هننزل باللبن الدافي، هننزل في الطبق عندنا بالشكل ده، وبعد كده ننزل عليه بكيس الخميرة، وبعد كده ننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر ونقلبهم كويس بالشكل ده لغاية ما السكر يدوب معانا والخميرة تشتغل معانا بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد كده نبتدي ننزل عليهم بربع كوباية سمنة او زبدة، المتوفر عندك استخدميه. نبتدي ان احنا نقلبهم كويس بالشكل ده. اكون مجهزه معايا 3 اكواب من الدقيق، اكون نخلها كويس، انزل عليها بربع معلقه صغيره ممسوحه من بيكنج باودر، وانزل عليها برشه الملح واقلبهم كويس، وابتدي ان انا انزل بالدقيق على المواد السائله بالشكل ده، وابتدي ان انا اعجن العجينه كويس. اهم حاجه ان احنا نعجن العجينه كويس عشان تطلع معانا هشه ومش مكتومه. بجد مكوناتها بسيطه جدا وموجوده في كل بيت وسهله وسريعه، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود خالص. وده بيكون شكل العجينة بعد ما احنا عجناها مع بعض، ونبتدي ان احنا نسيبها تخمر معانا ربع ساعة بالشكل ده. وده شكلها بعد ربع ساعة. نبتدي ان احنا ننزل الخمر منها بالشكل ده، وبعد كده اجيب صينية عندي وادهنها بالسمنة بالشكل ده، ندهنها كويس. وبعد كده ابتدي ان انا اجهز الحشوة بتاعتي. الحشوة هتكون جبنة فيتا، وهتكون شوكولاتة المطبخ الغامقة، وهتكون شوكولاتة الحليب. الحشو هنا على حسب الرغبة. انا هنا عاملة الصينية اسمها نصين، نص حلو ونص حادق. احنا هنا ممكن نعمل الصينية كلها حلو او الصينية كلها حادق، بس انا حبيت ان انا اعمل الصينية نصها حلو ونصها حادق، لان كده كده الحشوة بتكون يعني جوه الكورة، مش هتطلع براها ومش هتختلط بالحادق او بالحلو. عشان كده استخدمتها، عملتها في صينية واحدة. والحشو هنا على حسب الرغبة، ممكن تستخدمي اي نوع جبنة على حسب اللي انتوا بتحبوها. بعد كده ابتدي ان انا امسك العجينة بالشكل ده وافردها كويس بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا نسويها كويس بالشكل ده. وبعد كده نبتدي ان احنا نفتح العجينة بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نحط الحشوة جوه العجينة بالشكل ده ونقفل عليها. وبعد كده ان احنا نكورها ونظبطها، وبعد كده نحطها في الصينية. نخلص الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده. عايزه اقول لكم من الحاجات الجميله جدا، بجد سهله وسريعه، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، ومكونات كلها موجوده في كل بيت. انا هنا بعمل الحشوه اللي هي بالشوكولاته، ابتدي ان انا اعملها صف لوحدها كده بالشكل ده. وبعد كده ابتدي ان انا اعمل الصف التاني بالجبنه بالشكل ده، وابتدي برضو احط الجبنه في نص العجينه، وابتدي ان انا اقفلها كويس عشان الجبنه ما تطلعش من العجينه، وابتدي ان انا اقفلها كويس، وابتدي ان انا ارصها بالشكل ده. نعمل صف شوكولاته والصف التاني نعمله بالجبنه، ونعملها داير ما يدور بالشكل ده لغايه ما الصف يخلص معانا. هنخلصها كلها بالشكل ده. وده كده خلاص احنا خلصنا الكميه كلها بالشكل ده. نبتدي ان احنا نسيبها تخمر معانا حوالي نص ساعه، ونغطيها كويس بالشكل ده. بعد ما خمرت معانا بالشكل ده، نبتدي ان احنا نجيب معانا بيضة، وبعد كده نجيب معاها معلقتين كبار من اللبن، ونبتدي ننزل عليهم بنقطتين فانيليا سايلة، ونبتدي ان احنا نضربهم كويس بالشكل ده. نبتدي ان احنا ندهن الوش كويس بالبيض وباللبن بالشكل ده قبل ما ندخلها الفرن. بجد حاجة جميلة جدا وحاجة سهلة، وما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود. وابتدي ان انا ارش على وشها كده شوية سمسم بالشكل ده، وندخلها على درجة حرارة 200. تطلع معانا احلى خلية نحل. شايفين جميلة ازاي؟ نبتدي ان احنا نقلبها. شايفين ما شاء الله واخدة لون من تحت ومن فوق جميلة ازاي؟ نبتدي ان احنا نقلبها بالشكل ده. شايفين ما شاء الله ان هي هشة وجميلة ازاي؟ بجد سهلة وسريعة، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وغير كمان ان هي طعمها جميل جدا. جربوها بجد
هتعجبكم جدا. هنبتدي ان احنا نقطعها بالشكل ده. شايفين ما شاء الله قطنية ازاي وهشة وجميلة ازاي، عشان احنا عجناها كويس مع بعض. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.